بصوا يا جماعة، احنا اليومين دول ابتدينا موسم بوري البحر المبطرخ. تمام. فايه، اسمع النصيحة دي من اخوك واعمل زي ما هقول لك كده بالظبط. هتروح لمحل السمك اللي بتتعامل معاه، هتقول له انا عايز بوري بحر مبطرخ، بس بوري بحر مش مزارع، اللي هو بيبقى فيه البطروخ الكبير اللي انت شايفه ده، اللي هو ايه، بيبقى لون المانجا ده. حلو. وهتقول له طلع لي البطروخ على جنب، والسمكه هتقول له بعملها لي بقى ايه، سنجاري، زيت وليمون، بالبطاطس، زي ما انت عايز. تمام. والبطروخ هتقول له اعمله لي بايه، لوحده مشوي بالزبده. حلو. اسمع الكلام ايه للاخر، ده نصيحه ايه من اخوك ايه، انا راجل شاف سمك واكيل قديم، وخد مني النصيحه دي وما تراجعش ورايا. حلو. هتروح على البيت، هتضرب ايه، البطارخ مع شويه رز صياديه مع السمكيه. تمام زي الفل. هتقوم تغسل ايدك، وانت بتغسل ايدك ايه، هتبتدي تحس ايه بسخونيه خفيفه كده عند قفاك. ما تقلقش، ده عرض عادي جدا بيجي بعد ايه، اكل البطارخ. هتروح عادي تكمل غسل ايدك، وبعد كده ايه، تعمل كوبايه شاي وتحط تشرب كوبايه شاي على بالليل. هتبتدي تحس ان راسك ابتدت تنور. ده عادي جدا لان انت ضارب بطارخ 360 فولت كهرباء. تمام. عادي جدا هتمشي في الشقه يومين راسك منور، مش محتاج نور. تمام. ما تقلقش خالص. ده عرض بيحصل لاي حد بيضرب بطارخ. تمام. بطارخ دي يا جماعه فوسفور. بص يعني مش يعني، بص جرب وانت هتفهم قصدي. تمام. صباح الفل عليك.